من يتحمل وحدي؟ ما تشيل الميت وحدي، أجيب الصدق. تو ما كنت من الناس أقوياء، والخلق اليوم هشة عظامهم، هشات عظامهم اليوم، ما كما أول كان السنة يشيلوها 4، 2 قدام و2 ورا، ثم يشيلوها 4، ثم يشيلوها 4. اليوم بالله عليكم هل مستعد منكم 4 أنفار يشيلوا ميت؟ ما حد مستعد. إذا مشي يمكن مسافة قصيرة خلاص هاي تعبوا، ما كده. فهذه الطريقة وتسميها العمانيين هذه فيها تعاون. أجيب الصدق حد ما ماشي، يمكن يطيح الميت ميديهم ولا واحد. خلق تعبانين. اليوم نصلي الجمعة هذا الشباب يزعل علي، الشباب يزعل علي، يقول هذا الشايب ماسخ. اليوم نصلي الجمعة الشيخ حمود يخطب، وشاب على يمينه وشاب على يساره، يشيلون بيد واحدة منهم. نعم، أن من بداية الخطبة يخلف جلستهم قبل 20 مرة، مرة كذا مرة كذا مرة كذا، مرة يتفرخط مرة يسوي كذا، وأنا ما تحركت من يوم الشيخ طلع بعدين خلص الخطبة وأقام مقيم، جالس كان جالس أصلي. قلت هلا مو في من الشباب، إيش فيه؟ تعبانين الشباب، تعبانين، ما عليك ذا المنظر وذي تفلسيفه. ولذلك تو أنت تطالب ولدك يا ولدي تعال أتزوج لك وأسلم الفلوس وحدي، قال بعدني. كيف بعدك؟ بعدك ترى حرارة ماشي، الحرارة ميتة، الحرارة ميتة. أول حنو كان ما خاط شاربة الولد، سلوا الشياب عاد يزعل العيش ما يزوجوا له كذا وما كذا الشياب. جيبوا الصدق. هم كان في شبابهم مالك أنت تراهم ما يقرعوا السح ولا يقرعوا العسل ولا يأكلوا أكل البيت، سندويشة ما هذا قرقر وما قرقر ومسمى مرقر والسندويشة مع الهندي والشاهي مع الهندي وما عارف ايش والعصير والديو وما عارف مو. هذا له أثر كبير على العظمان. انتم ما تفكروا في عقولكم. نحن نطالب أولادنا يا أولادي ما تروحوا المدرسة ما تأكلوا تمر، قالوا نبغى شاهي نبغى بيضة أو نبغى جبنة وما جاكم ذا العوق. المصيبة دي الولد تو الحرمة من تنتج 3 أنفار 4 أنفار 4 أولاد 5 أولاد تأتي عاد خلاص ما بديها حيلة، ولا جيب شغالة ولا ما ركب لك الوقت وامها 120 وبعدها تشلك والله بيد واحدة ولا تبالي. صح. نحن صرنا قريبة اليوم أخليها مسرحية كلها قصص. قريب مشينا الطائين ودخلونا هناك بين جبال وبينا ولد شاب مستقيم، قال لي هذا عمي ساكن هنا، يقول عنده حرمة واحدة وعنده 19 ولد وبنت. تو ما زيدت عليه، 19 ولد وبنت، يقول من حرمة واحدة، عندها هوش وعندها سيح وتات الحطب من برا وتات الماء من برا سيح شواوية. وهلا بتو طالعات تكود شداشة والخدود يدهنوهن والشامبو والحلويات ومعهم هذاك بيسوي بحطبة الأولاد يشتريهم سكرين وما عرف ايش. ومن جابت 5 4 قالت ولا الشغالة ولا ينبيد القابلة ما بدي حيلة. صح وما صح؟ كذاك الأولاد نابا، كذاك الأولاد. فإذا ما ينبغي الناس يعني يقال لهم أنكم 4 أنفار يشيل الميت ويطيح من يديهم، مشكلة. صح وما صح؟ اليوم الناس متغيرات، كل هالأمور متغيرات. أثناء دفن الميت تلقاه الناس إنهم جالسين كلهم يراضون. هي معنى ذا. واقفين يعني. معنى هنا يكون طاعت عليهم ما راح له. قلنا لهم كل شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تخالفوه، وكل شيء أمر بما تعملوه. تقولوا مو وقفنكم الشباب أخوهم صنعرين تشوفوا القبر تكمنكم تدفنوا يدفن غيركم. ما تعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم قال حال الصحابة اجلسوا خالفوا أهل الكتاب. أول كنا نحن نفزع من الميت والأطفال ما يفزعوا كلهم بيشوفوا هناك بيشوفوا ما ينبغي كذا.